اليوم تم افتتاح مكتبنا، مكتب حزب الديمقراطي التقدمي بكوباني بعد إغلاقه من قبل كانتون كوباني لعدم ترخيص حزبنا. تم إغلاقها في 19 آذار عام 2017 بعد إصدار القرار من كنكة. تم افتتاح مكتبنا. نتمنى من جميع الأحزاب الكردية يتم جلوسهم على طاولة واحدة للتفاهم حول كردستان سوريا، لأنه حاليا علينا خطر كبير من قبل حزب التنمية والعدالة التركية برئاسة أردوغان. نتمنى هاي خطوة إيجابية بالنسبة لنا، خطوة إيجابية جدا. يعني هالخطوة نتمنى أنه يستمروا بهالخطوة ويطلقوا سراح السياسيين أيضا حتى يتفاهموا أكثر. ونتمنى من جماعة المجلس الوطني الكردي أنه هن كمان يتفاهموا الموضوع ويبركوا جميعا، يعني يجلسوا على طاولة واحدة جميع الأحزاب الكردية للتفاهم حول وضعنا. التفاهم بيننا بالتأكيد سيبعد هذا الخطر علينا، وبالتالي لو بالتفاهم هاي يمكن يروحوا على جنيف أو استانا أو سوتشي لطلب حقوق الشعب الكردي في سوريا. يعني أنتم بتشوفوا أنه خاصة بهذه المرحلة الراهنة أنه التفاهم كتير مهم، خطوة إيجابية؟ طبعا تفاهم خطوة إيجابية جدا. يعني نحن حزب الديمقراطي التقدمي برئاسة الأستاذ حميد سكرتير الحزب الأستاذ حميد درويش سعى وسيسعى حتى الآن للتفاهم بين الحركة الكردية والجلوس على الطاولة الواحدة للتفاهم حول هذه القضايا. منذ المؤتمر الرابع عشر للحزب عام 2015 وحتى هذا اليوم نحن نناضل من أجل جلوس الأطراف المتصارعة الكردية بين بعضهم على طاولة واحدة للتفاهم. أيضا قبل 15 يوم أصدرنا نداء للحركة الكردية نداء أنه يجوا يجلسوا كلهم على طاولة في قاعة نور الدين زازا في 20 شهر الماضي شهر 12 ليأتوا ويجلسوا على طاولة واحدة ليتفاهموا حول كيفية إبعاد هذا الخطر على الشعب الكردي في سوريا.